قطر ستدخل التاريخ الإسلامي من أوسع أبوابه عبر كرة القدم. ما القصة؟ هيا لنبدأ. هذه قطر، حديث نبوية في الطرقات وتعريف عن الإسلام بأنه دين محبة وسلام. جلبت قطر مؤذنين أصواتهم رائعة وتوصيل مكبرات صوت في الملاعب، حتى أنه مسؤول إنجليزي قال: هذا أجمل صوت أسمعه. قطر تستدعي أكبر داعية إسلامي في العالم، دكتور ذاكر نايك، لإعطاء محاضرات دينية خلال الفترة التي سيقام فيها كأس العالم. قطر توزع كتب بجميع لغات العالم تحكي عن تاريخ الحضارة الإسلامية، وكأنه الموضوع ليس فقط كرة قدم. قطر منعت التدخين والكحول والشذوذ وغيرها من المحرمات في الملاعب. نظرة العالم للإسلام ستتغير إن شاء الله 180 درجة بعد أجمل نسخة كأس العالم سوف نشاهدها. قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي في وقتنا الراهن التي تحاول قدر المستطاع أن تبقي ولو شيئا بسيطا من هويتها العربية، قيمها الشرقية، وهي تلقي بذلك سخط العرب كافة لأنها تمشي عكس تيارهم الليبرالي الغربي. تخيل لو أن بطولة كأس العالم 2022 ستقام في الإمارات وليس في قطر. هل كنا سنرى منع للخمور؟ هل كنا سنرى رفض للترويج إلى هل كنا سنرى منع لكل ما يخل من القيم والعادات السليمة، رغم نزوح فكر بلداننا العربية إلى كل ما يملي عليهم من بروتوكولات الغرب؟ إلا أننا نرى دولة تحارب بكل ما تملك لكبح هذه البروتوكولات المعادية لقوميتنا وهويتنا وعاداتنا العربية. تحيا قطر ويحيا شعبها، والسلام. فعاليته في 20 نوفمبر المقبل وسط توقعات قطرية بأن تكون نسخة المونديال المقبلة أحد أنجح النسخ المونديالية. وانتشرت صور كثيرة للجداريات التي تستهدف تعريف ملايين الوافدين على منطقة الشرق الأوسط والخليج من أجل حضور العرس العالمي